احنا ملزمين بخدمة الريف، احنا سنتين خدمة الريف كطبيب. انا من هذاك الوقت افكر انه اطلع اتخصص، فبس اجلتها مشان ابوي قال لي طول بالك. فرحت فتحت عيادة، اخذت ترخيص رأسا من الشام. بعد ما اخذت وثيقة النجاح اخذتها، مريت على وزارة الصحة، سجلت سجل الأطباء واخذت ترخيص. خطرت على بالي مريبط، اخذت ترخيص من مريبط. ما هي بذهني القصة القديمة نهائيا، ولا أدري بها ولا أفكر. وجيت للرقة، أهلي الاستعان بالدري، شريت أراضي عدة طاولة الفحص وكراسي ومدري إيش، نقلتهن لمريبط. كان بيت 3 غرف على النهر، تمام على جال النهر، واستأجرت البيت. والله يا أبو طلال، وأنا هم ينزلون الغراض ولا جاية سيارة هناك يتنقلون، كان في سيارات أجرة تكاسي. شخص أنا ما عاد أذكر اسمه ولا أذكر، وإنه يقول لي يا دكتور أبوي مكسور ومحصور، هذول عندهم يصير كسور عمق الفخذ، يصير عندهم أسر بولي. قلت له يا أخي والله تشوفني يا عم أنزل غراضي، في طبيبين، في 2 أطباء موجودين بالممرين. قال لي والله أنت جيتك أنت ابن فلان، يعني حطني مثل ما يقولون بخانة اليك. ما قلنا له خير، وين أخي؟ والله قال لي مو بعيد، لا كان في طرق معبدة ولا في شيء، وامشي امشي قربنا على شمس الدين، وإلا هالأوضة طويلة، طولها شيء 10 أمتار، عرضها 5 أمتار، مليانة ملي ناس، وبصدرها هزلمة نايم حاطين له فراشين، والصوت عالي من الألم. أنا عاد أخذت معي الصوند تبع المثانة، والله الله ييسر رأسا. قلنا له هاتوا لنا طشت أو لقن أو شيء يسمونه، جابوا لنا. من أول ما قلت له دفق البول وارتاح وقام يدعي لي. صارت لي مثل الدعاية، يعني إنه يقول لك أحيانا الله يولف لك أمور ما تكون على بالك، ما تخطر على بالك. والعالم كلها الدكتور من رأسا مش عام، يعني صارت لي مثل الدعاية. والله الحمد لله. والله يا أبو طلال، ظليت أنا 1 و6 أشهر بمريض حتى رحت على الجيش. والله ما حدا قال لي كلمة، لا من ولد ولا من الحرمة ولا من الزلمة، إنه أنت إيش جابك علينا أو كذا. والفضل لله والشيخ شواخ المرسل، لأنه جاني بعد أسبوع على العيادة وقال لي بعد ما سلمنا على بعضنا، قال لي ترى ابن أخوي، ترى الجمعة الجاية غداك عندي. أنا والله مو بذهني الموضوع كله، ما فكرت فيه، ولا رحت هناك ولا جامع لك الناصر كلها. يعني فهمت القصة بعدين يوم سولفتها لأبوي، قال لي ما لقيت غير المرأة بتروح عليها. قلت له والله ما أدري، هذه القصة ما هي بعيدة، يعني 41 وهذه 71 30 سنة، يعني لسه الموضوع. لكن الشهادة لله، يعني لو كلمة جارحة ما سمعتها أبدا. بس الحادثة هذه كانت إيجابية أكثر ورجعت تقريبا العلاقات. طبعا كان لك دور يعني الموضوع، أو وجودك بمريبط كان أكد لك ليش الكلام، إنه أنا رحت لألمانيا بال76 ورجعت بال83، وصاروا يجوني، كان في صار التهجير لهم، انغمرت وراحوا ماخذينهم على منطقة القامشلي مدري وين، الدرباسية، راس العين. من هناك يجون علي، من هناك يجون علي.